الحاجة إليها بمسجد حسان بالرباط، وفي جو من الخشوع أقيمت صلاة الاستسقاء. يوسف زيد. من المسجد الأعظم بالرباط إلى مسجد حسان توجه جموع المصلين شيبا وشبابا في خشوع وتذلل إلى الله، يتقدمهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق. مراسم صلاة الاستسقاء شارك فيها السادة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيلان، ووزير الداخلية محمد العنصر، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي إدريس، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وذلك جريا على سنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهو الآن حفيده أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يحيي هذه السنة. البلاد الآن محتاجة إلى المطر، ونحن التجأنا في هذه البلاد وفي هذه الربوع إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يبدل عسرنا يسرا إن شاء الله، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أننا مضطرون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ونحن الآن قد تأخر عنا المطر وانحبس في زمانه، ولكننا لا نجد من نأوي إليه ولا نجد من نلوذ به إلا الله تبارك وتعالى، ولا شك سيستجيب لنا بدعاء الصالحين منا. صلاة الاستسقاء تأتي احتداء بالسلف الصالح وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغاربة دأبوا على إقامتها كل من حبس المطر وخافوا هلاك الزرع والضرع، وإلى الدعاء بالتوبة والاستغفار استدرارا لرحمة الله وجوده وعطائه، وخضوعا لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. نفس أجواء الخشوع والتضرع إلى الله تعالى عمت مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء الذي أقيمت به صلاة الاستسقاء. إبراهيم أفق. عبارات رددها أطفال رجال نساء وشيوخ خاشعون متضرعون للباري جلت قدرته بأن ينزل الغيث على عباده ويمن على بلدنا بالخير والبركات. نحن مجموعة طلبة ديال كتاب إمام مالك جئنا إلى هنا نطلب الله عز وجل أن يغيثنا بالمطر، لأن هذا البلد طيب يريد المطر، وندعو مع ملكنا أن يحفظه الله، وكلما نقرأ الحزب ندعو مع ملكنا لأن يحفظه الله لأننا نحبه كثيرا. الوجهة كانت ساحة مسجد الحسن الثاني لإقامة صلاة الاستسقاء، وهي شبيهة بطقوس صلاة العيد، فبعد أدائها يتقدم الخطيب للناس ليعظهم ويذكرهم ويحثهم على الإكثار من التوبة والاستغفار. هذا الجناح الأيمن للأمة الإسلامية محافظ على دينه وعلى سنن الإسلام التي سنها له المصطفى صلى الله عليه وسلم، جد إمامنا وملكنا حفظه الله، الذي يحافظ على الدين في هذا البلد ويحافظ على سنن الإسلام وقيمه في هذا البلد. فنسأل الله عز وجل أن لا يرد هذه الجموع خائبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، آمين. كل الآمال تبقى إذا معقودة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي. والمغاربة دأبوا على إقامة صلاة الاستسقاء